تنسيق الثانوية العامة 2025 خلاص هيبدأ من بكرة، وطلاب كتير لغاية اللحظة دي مش فاهمين أصلا يعني إيه تنسيق، ولا بيتعامل إزاي، ولا إزاي تكتب رغباتك، ويعني إيه مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة. وعشان كده بالظبط قررت أعمل فيديو النهاردة اللي هشرح لك فيه كل حاجة بخصوص تنسيق الثانوية العامة، وهعرفك يعني إيه تنسيق، وإزاي تكتب التنسيق بتاعك، وإيه الفرق ما بين المرحلة الأولى والتانية والتالتة، ويعني إيه تقليل الاغتراب، وكل الحاجات اللي أنت مقبل عليها الفترة الجاية إن شاء الله هتعرفها في الفيديو ده وفي باقي الفيديوهات اللي جايه. فلو عايز بقى تعرف اكتر يبقى لازم دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن إحنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. ويلا بينا يا صديقي، تعالى كده نفهم خطوة بخطوة إيه تنسيق الثانوية العامة اللي هيبدأ بكرة ده. وخلي بالكم الفيديو ده مهم لكل الناس، سواء أنت بقى مرحلة أولى، مرحلة تانية، لسه التنسيق بتاعك لسه ما بدأش، مرحلة تالتة، أيا يكن أنت إيه، الفيديو ده مهم ليك. في البداية كده لازم نعرف هو إيه تنسيق الثانوية العامة ده أصلا. التنسيق ده يا صديقي هو النظام اللي الدولة حطته، اللي عن طريقه الطلاب بالدرجات بتاعتهم بيقدروا يدخلوا الكليات. وخليني أقول لك إن التنسيق ده ما بيتحطش بالمزاج، يعني الدولة النهارده ما بتجيش تقول طب السنة دي من 95% وتاني سنة تقول لك لا أنا مزاجي السنة دي تبقى من 94%. ما بيحصلش الكلام ده يا صديقي. اللي بيحدد تنسيق الثانوية العامة هو حضرتك وزمايلك. إزاي يا طارق أنا اللي بحدد التنسيق؟ ببساطة لأن التنسيق بيتم إعلانه بعد ما أنت بتحط الرغبات بتاعتك مش قبلها. يعني أي حد النهارده والتنسيق لسه ما بدأش يجي يقول لك طب السنة دي من 92%، لا 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 لا، طب السنة دي من 95%، أو هندسة من 85 وهتنزل مرحلة تانية، أو يجي يقول لك هندسة لا هتاخد من 91%. كل الكلام ده تكهنات، أو تقدر تقول كده فتي. كل واحد بيقول حاجة ما حصلتش، لأن ما حدش هيعرف التنسيق السنة دي هيبقى إيه غير لما المرحلة أصلا الأولى هتقفل. ولسه هنتكلم دلوقتي يعني إيه مرحلة أولى أصلا. أمال يا طارق إزاي بقى الدولة في الآخر بتقول لك إن طب السنة دي داخل من 95 ولا من 96؟ عن طريق يا صديقي إقبالك أنت وزمايلك على الكليات. يعني لو جيت النهارده أنا مثلا وال5000 الأوائل على الجمهورية قررنا إن إحنا مش هندخل كلية طب، واكتشفنا إن كلية تجارة أحسن بكتير، فأول 5000 ولا 20000 طالب على مستوى الجمهورية دخل على طول كتب في التنسيق بتاعه الرغبة الأولى كلية تجارة. فكده في إقبال كبير جدا على كلية تجارة. هتلاقي إن النتيجة إن كلية تجارة ممكن التنسيق بتاعها يوصل 95 و96%، وبسبب إن الناس طنشت مثلا هندسة أو طب وما أقبلوش عليها هتلاقيها نزلت مرحلة تانية ومرحلة تالتة وبقت من 60 و70%. هو ده ببساطة اللي بيحصل في التنسيق. عشان كل سنة الطلاب بتجري وبتقبل بشكل كبير جدا على كليات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والحاجات دي، بتلاقي التنسيق بتاعها عالي جدا. وبسبب ان الاقبال بيكون على كليات تجارة واداب وحقوق وغيرها ضعيف شوية، بيكون التنسيق بتاعها اقل شوية. وبسبب ان مفيش حد كتير بيدخل معاهد وبيسيبوها للمرحلة الثالثة، فبتلاقي ان تنسيق المعاهد بينزل للخمسينات والستينات. فالموضوع يا صديقي نسبة وتناسب. كل ما هنقبل او ندخل على كلية بشكل اكبر كل ما تنسيقها يعلى. كل ما نيجي نكرف لها كده وما نركزش معاها ونطنشها كل ما تنسيقها يقل. بعد ما فهمنا يعني ايه التنسيق، تعالى بقى نتكلم يعني ايه مراحل. احنا اليومين دول بنسمع مرحله اولى ومرحله تانية ومرحله تالتة، وخلاص بكره يوم الثلاث هتبدا المرحله الاولى. فيعني ايه اصلا يا طارق مراحل؟ الدوله بتيجي تقول لك انا عندي مثلا 200000 طالب ولا 300000 طالب امتحنوا في ثانويه عامه، ما ينفعش ال 300000 دول كلهم يدخلوا التنسيق مره واحده، الموقع ما يستحملش، غير ان الموضوع هيبقى ضغطنا جدا. فاحسن حاجه ان احنا نقسمهم لثلاث مجموعات. اعلى ناس فيهم واكتر ناس جايبه درجات نحطهم في المرحله الاولى، بعد كده الناس المتوسطه نحطهم في المرحله الثانيه، واقل ناس في الدرجات نحطهم مرحله ثالثه. فبدل ما ابدا التنسيق بكل الطلاب مره واحده، انا هبداهم بثلاث مجموعات. اخلص المرحله الاولى ادخل على المرحله الثانيه، اخلص المرحله الثانيه ادخل على المرحله الثالثه. وخلوا بالكم بالنسبه للتنسيقات وبالنسبه للكلام، الكلام ده ينفع للازهر وينفع للعام، بس خلي بالكم الدرجات هتختلف. يعني لما اجي اقول لك دلوقتي الحد الادنى اخد من كام، انا بتكلم هنا عن العام مش عن الازهر، عشان لو انت بتتفرج على الازهر الفيديو هينفعك، لكن الدرجات والنسب اللي بتتقال دي بتاعت العام مش بتاعتك. وبمناسبه المراحل اكيد في حد هيسالني سؤال مهم: ايه المميز يا طارق ان انا اكون مرحله اولى عن اني اكون مرحله ثانيه او ثالثه؟ المميز يا صديقي ان طالب مرحله اولى اللي هتبدا من بكره بيدخل يلاقي كل الكليات لسه فاضيه. احنا لسه هنبدا تنسيق، فهو مش بينافس الجمهوريه كلها على الكليات، هو يا دوب بينافس ال 5000 ال 10000 ال 20000 اللي دخلوا معاه مرحله اولى، لان طلاب مرحله ثانيه لسه ما نسقوش وطلاب مرحله ثالثه لسه ما نسقوش. فانت الكليات قدامك لسه فاضيه، فلو كتبت كليه طب
لو ما حصلش عليها اقبال كبير من الدفعه بتاعتك تقدر تدخلها ببساطه، او لو انت اصلا من اوائل الدفعه من اول 1000 طالب ولا 2000 طالب هتبقى ضامنها برضه، لان دلوقتي لما انا ابقى جايب 96% واكتب طب وزميلي جايب 95% ويكتب طب انا ليا الاولويه عنه، فبالتالي طلاب المرحله الاولى مفتوحه لهم كل الكليات. بعد بقى ما طلاب المرحله الاولى بيخلصوا التنسيق بتاعهم، الكليات اللي بيتبقى فيها اماكن فاضيه بتنزل للمرحله الثانيه. يعني تعال نقول دلوقتي ان كليه طب بشري اتبقى فيها 5 اماكن، فهتلاقي ان كليه طب بشري نزلت مرحله تانية. لكن لو الكليه دي خلاص كل الاماكن فيها خلصت في المرحله الاولى، عمرها ما هتنزل مرحله تانية، فمش هتلاقيها في مرحله تانية ولا مرحله ثالثه. وبسبب الموضوع ده شفنا كليه هندسه كتير جدا بتنزل مرحله تانية، بسبب ان الطلاب بتقبل اكتر على ذكاء اصطناعي او حاسبات ومعلومات، فبيتبقى اماكن فاضيه في الهندسه فبتنزل لمرحله تانية. بعد كده لما بتبدا المرحله الثانيه بتنسق، خلاص الكليات المتبقيه من مرحله اولى كلها متاحه قدامنا. اتبقى بقى اماكن في علاج طبيعي او صيدله، اتبقى اماكن في تجاره، اتبقى اماكن في زراعه، حقوق، تجاره، ايا يكن الكليه. فبيبدا طلاب المرحله الثانيه ينافسوا بعض على الكليات دي، الاعلى لغايه الاقل. يعني كل ما تنسيقك يكون اعلى كل ما تبقى ضامن الكليه اكتر. ولسه هنتكلم عن وضع التنسيق كمان شويه، ركز انت بس معايا. بعد ما طلاب المرحله الثانيه بيخلصوا بتبدا المرحله الثالثه، فطلاب المرحله الثالثه بياخدوا بقى الحاجات المتبقيه في الاخر من المرحله الثانيه. عشان كده هتلاقي كليات كتير جدا ما بتنزلش للمرحله الثالثه بسبب ان هي خلصت في المرحله الاولى واللي اتبقى منها خلص في المرحله الثانيه، فهم اخدوا المتبقي من اولى وثانيه. وعشان كده المرحله الثالثه بيكون اغلبها معاهد، لان طلاب المرحله الاولى والمرحله الثانيه ما اختاروش المعاهد فاتبقت للمرحله الثالثه. فلو هتسالني ايه اكبر ميزه للمرحله الاولى والثانيه والثالثه، ايه اللي بيميزهم عن بعض، هي ان كل ما تكون مرحله اولى تكون مميز ان انت كل الكليات لسه فاضيه، مرحله ثانيه بتلحق الكليات المتبقيه من المرحله الاولى، اما مرحله ثالثه انت بيكون ايدك على قلبك وبتدعي ربنا يتبقى لك كليات من المرحله الاولى والمرحله الثانيه. هو ده باختصار يعني ايه 3 مراحل، الاولى والثانيه والثالثه، وايه المميز في الاولى عن الثانيه ومميز في الثانيه عن الثالثه. لو ما فهمتش الكلام ده اكتب لي تحت في التعليقات، ممكن اعمل لك فيديو منفصل عن المراحل اشرحه لك خطوه بخطوه. وبالمره وانت تحت انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس، لان الجديد دايما مفيد، والكلام اللي جاي كله ان شاء الله هيكون محتوى يهمكم جدا كطلاب لسه مخلصين ثانويه عامه ومقبلين على الكليات، لان لسه هشرح لك التنسيق خطوه بخطوه وازاي تحطه بخطوات عمليه، ولسه هكلمك عن تقليل الاغتراب والكليات والسكن الجامعي وكل الحاجات اللي انتم محتاجينها الفتره الجايه. فتاكد ان انت متابعني هنا في القناه، ولو مكمل الفيديو لغايه الجزء ده انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 58، لان دي كلمه السر اللي هتعرفني مين صحابنا المكملين لغايه هنا ومركزين ومصحصحين وما تاهوش مني. الوزارة أعلنت امبارح يا صديقي إن خلاص المرحلة الأولى هتبدأ بكرة، يعني يوم الثلاث الموافق 29/7، وهيقفل تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت 2/8. طب مين بقى يا طارق الطلاب اللي هيبدأوا في المرحلة الأولى؟ الدولة نزلت الحد الأدنى لكل مرحلة في علم علوم وعلم رياضة وأدبي، سواء نظام قديم او نظام حديث. تعالوا نبدا اول حاجه بالحد الادنى في النظام الحديث. الحد الادنى لعلم علوم 293 درجه، يعني 91.56%. الحد الادنى النظام الحديث في علم الرياضه من 283 درجه، يعني 88.44%. والحد الادنى في ادبي نظام حديث من 233 درجه، يعني 72.81%. بالنسبه بقى للنظام القديم علم علوم من 350 درجه، يعني 85.37%. علم رياضه من 335 درجه، يعني 81.71%. اما الادبي من 270 درجه، يعني 65.85%. وبكده يا صديقي يكون الطلاب اللي هيبداوا في المرحله الاولى عددهم 94,721 طالب. كل الطلاب دول هم اللي هيبداوا معانا المرحله الاولى من بكره ان شاء الله. فلو انت جبت الدرجه دي فما فوق يبقى انت ان شاء الله معانا في المرحله الاولى، اما لو اقل من كده يبقى انت مرحله تانية او مرحله ثالثه. ولسه المرحله بتاعتكم هتبدا بعد ما تنتهي المرحله الاولى، وهينزلوا المواعيد والتنسيقات بتاعتها. ازاي بقى يا صديقي تكتب الرغبات بتاعتك؟ الموضوع ده محتاج فيديو كامل، لكن اختصارا كده هقوله لك على السريع. اول حاجه هتفتح موقع التنسيق اللي هسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق تحت، او هتلاقيه في الديسكربشن اللي هو وصف الفيديو. لو فتحته النهارده هتلاقي التنسيق لسه ما فتحش، لكن ان شاء الله من اول بكره هيكون فتح. بعد ما بتفتح الموقع يا صديقي بتبدا التنسيق بتاعك في ثانويه عامه، هتلاقيه مدي لك 75 خانه فاضيه بتبدا تملاهم بالترتيب، تحط فيهم 75 كليه انت عايز تدخلهم، عشان لو ما جبتش الاولى تدخل الثانيه، لو ما دخلتش الثانيه تدخل الثالثه. وفي الموضوع ده هتحتاج رقم جلوسك ورقمك السري. طب ايه يا طارق الرقم السري ده؟ الرقم السري ده يا صديقي رقم هتلاقيه في الشهاده بتاعه الدرجات بتاعتك. يعني انت لازم تروح المدرسه بتاعتك
تجيب بيان النجاح بتاعك والدرجات بتاعتك، هتلاقي مكتوب فيه الرقم السري اللي انت هتحتاجه عشان تسجل اصلا في الموقع. فلو ما جبتش الدرجه بتاعتك لازم 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 من بكره تروح تجيبها من المدرسه بتاعتك. لو عايزين بقى فيديو مفصل نقول فيه خطوه بخطوه ازاي تحط التنسيق بتاعك، اكتب لي تحت في التعليقات تنسيق الثانويه العامه، وهعمل لك فيديو كامل يا صديقي اشرح لك فيه ازاي تكتب الرغبات بتاعتك في ثانويه عامه من غير مساعده من اي حد، هتقدر تعملها بنفسك. لو شفت اقبال على الفيديو ده وعدد لايكات كويس ولقيتكم كاتبين في التعليقات، ان شاء الله بكره على طول هعمل لكم الفيديو ده، فتاكدوا ان انتوا هتتفاعلوا. قبل ما اقفل الفيديو عندي ليك شويه نصايح مهمه، واول نصيحه فيهم هو انك لازم تروح تشوف الفيديو اللي احنا عملناه عن ازاي تختار انسب كليه ليك، لانك لو تايه شويه او مش قادر تستقر على كليه بعينها، او في دماغك كليه معينه وعايز تتاكد منها اكتر، الفيديو ده هيساعدك جدا. وتاني نصيحه، لازم تتفاعل على الفيديو ده عشان ينزل لك بكره ان شاء الله الفيديو الخاص بازاي تكتب التنسيق بتاعك، عشان الفيديو ده هيساعدك جدا 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 انك تبقى فاهم النظام ماشي ازاي، عشان حتى لو رحت لحد تاني ينسق لك ما يضحكش عليك وتبقى عارف وفاهم هو بيعمل ايه، لان في الاول والاخر ده صديقي مستقبلك ومصيرك انت. وتالت نصيحه وهي نصيحه مهمه جدا، لازم تهتم بكل رغبه هتكتبها، يعني ما تكتبش اول 20 رغبه بتركيز وتيجي في الرغبه ال 75 ولا رقم 70 وتكتبها اي كلام. انا ليا واحد صاحبي جات له الرغبه رقم 73، فتاكد من كل رغبه انت كتبتها علشان يا صديقي تروح مكان انت حابه. ولسه النصايح الخاصه بالتنسيق وكتابه الرغبات هقولها لك في الحلقه الجايه عشان ما تقابلكش مشاكل زي استنزاف الرغبات بعد الشر عنك. كل ده ان شاء الله واكتر في الفيديو الجاي. في النهايه اتمنى الفيديو ده يكون فعلا قدر يفيدكم وفهمكم يعني ايه تنسيق الثانويه العامه، وبين لك شويه المرحله اللي انت داخل عليها. وعشان بقى تشوف باقي الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله والفيديوهات اللي فاتت اللي عملناها لكم في السلسله، اتاكد انك نزلت دعمتني بلايك حلو زيك، وعملت سبسكرايب وفعلت زرار الجرس، لان الجديد دايما مفيد. ولو كملت الحلقه للنهايه انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي للاخر. ولو عندك اي سؤال اي استفسار حاجه عايزنا نتكلم عنها اكتر في فيديو منفصل، اكتب لي تحت في التعليقات وعناية الاتنين ليك يا صديقي. في النهايه اتمنى تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه وتكون بسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.